إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ. هنا لك الخيار: تزكي الأنف بالعطور والورود، أو أن تعوم في واحد من هذه الأنهار. وربما أحببت أن تمتع العيون بنظرة على مجسم فريد أسلاكهم تحولت إلى أشجار حياكة تعانق العمود والجدار، من السبيل والهنداوية في جدة، مرورا بأهالي العشش في عسير، وسكان الأقفاص في جيزان، وحي الحفاير في مكة. إلى أين؟ إلى مدينة الربيع، أقصد مدينة الصفيح. وما أدراك ما مدينة الصفيح؟ ليست مدينة واحدة بل مدن تكاثرت ورافقت تمدد المدن. في هذه المدينة أنت على موعد مع السراب، في صداقة مع الحديد والتراب. صراعهم من أجل حفنة من الطعام أو غرفة من الشراب، حديثهم يكاد أن يكون كله عن العذاب. أي بالله ذبحنا والله وقت الحر، ذبحنا الحر وكهرب لا فيه، وقت البرد ذبحنا البرد. والله نجمع حطب المحرقة، والله يا مسلم، والله حطب تجيبه. هذه شغلتنا عندك والله يا ابن العم. هذا ليس مخيم رفح ولا عين الحلوة، هذه منازل أهل البترول، منازل أبناء النفط، عائلة الذهب الأسود. ليس لهم من النفط إلا نقمته، ولا من البترول إلا لعنته. يفترشون القفار ويلتحفون الغبار، يعيشون في فقر ويجترعون المر. إذا هبت الريح طارت بيوتهم، وإذا حل الصيف احترقت أجسادهم، وإذا جاء الشتاء تجمدت عروقهم. لكن أين ذهب النفط؟ وأين ذهب ريع النفط؟ هنا ذهب النفط. الجزر الساحرة، قصر السلام حيث لا سلام، هنا احترق النفط. جزر الهاواي نقلت إلى الحجاز، وهنا أيضا اختفى البترول وصودر الذهب الأسود. حدائق السفاري في قلب نجد. دعونا ننطلق في رحلة التناقضات وجولة المفارقات. مكة المكرمة، أقل من ميل هي المسافة بين الرفاه والعدم. من شرفة قصر الصفا وأنت في وسط النعيم، تأمل ما الذي ترى؟ بؤس فوق البؤس، وفقر فوق الفقر. هنا نسخة من كل أنواع المعاناة البشرية. حي الحفاير نموذج حجازي لمجاعة الصومال، قساوة أشد من صخور هذه الجبال. كهوف العصر الحجري في حي المنصور، حيث لا فرق بين الدور والجحور، حتى يظن المرء أنها قبور. وإذا أردت نسخة من فقر البنغال، فعليك بحي النكاسة، حيث الشقاء والتعاسة. لعلك تريد المزيد؟ هيا بنا إلى جدة. هل سمعت بحي السبيل؟ إنه هنا في قلب المدينة التي سموها من باب التشجيع عروس البحر الأحمر. الظريف أنهم عظموه فسموه السبيل الشرقي والسبيل الغربي، وكان أولى أن يسموا الأول السبيل إلى الفقر، ويسموا الثاني السبيل إلى القبر. لكن لا تستعجل، هذا ليس منتهى البؤس ولا آخر الشقاء. البؤس الحقيقي هنا في حي الهنداوية. صدق من قال: جدة غير. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. والشقاء كله في الحي المجاور غليل. في حي غليل نكهة مختلفة للمعاناة. هنا يتكدس مئات الألوف من المعدومين في مساحة أقل من نصف مساحة قصر أمير واحد. سباق في البؤس، سباق في الفقر، سباق في المعاناة. لكن ربما زعم البعض أن المنظر العلوي خادع، وكم من حي بدا مكتظا وهو من أرقى الأحياء. وحتى نقطع الشك باليقين، دعونا نتجول داخل الأحياء لنرى. هل هذه نفايات تأخرت عليها خدمة البلدية؟ أبدا، هذا التكدس للقمامة هنا هو الأمر الطبيعي، لسبب بسيط: أن سكانها من المنبوذين كما يراهم البراهمة، أو من الأمميين كما يراهم الشعب المختار، الذين يراد لهم
أن يكيفوا حياتهم مع هذا الشقاء. هؤلاء لم يكتب لهم أن يكونوا من البراهمة أو الشعب المختار أو من أصهار الشعب المختار أو من حاشية الشعب المختار، فكان نصيبهم من مقدرات البلاد ونفطه وأمواله ما تشاهدون. نعم، هذا نصيبهم من النفط، منازل مثل علب السردين، أزقة لا تكفي سيارة واحدة. هل تعلم أن ما صرف على بناء كل منازل أحياء جنوب جدة مجتمعة لا يساوي عشر ما صرف على بناء قصر لأمير؟ وهل تعلم أن ما ينفق على خدماتها لا يعادل خمس صيانة قصر لأمير؟ لكن العجب ليس البؤس والشقاء، العجب هو الصمت. يقبلون بالضيم وحقهم هناك، في أحضان الأمير، في قصر الأمير، في مزرعة الأمير، في سيارة الأمير، في نزهة الأمير، في متعة الأمير. يتفرجون على المليارات تتدفق وهم في هذا الشقاء. لكن صاحب هذه السيارة لم يصمت، لقد عبر بطريقته الخاصة، فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن القمامة إلى أنهار الصرف الصحي أكثر من 10 مليارات ترصد مرتين للمشروع ذاته ويبتلعها الأمير، وتنتهي جدة بالمساكين يسحبون خطاهم على مستنقعات من الفضلات البشرية. لكن مهلا، أنهار المجاري ليست في جدة فقط، بل في الرياض والدمام والأحساء ومكة والمدينة، وسم ما شئت من المدن. ما دمت من الشعب المقهور فمكانك هنا بين أكوام القمامة والفضلات البشرية، وليس لك إلا ما يزكم أنفك وما يسوء نظرك. ولكن كيف يلام الأمير إن استولى على المليارات المعدة زعما للصرف الصحي؟ كيف يلام الأمير إذا كان المواطن قانعا بنصيبه القليل من هذه الثروة؟ آسف، أقصد قانعا بألا يكون له نصيب من هذه الثروة. إبداعات البؤس في بلادنا لا تتوقف. تأمل هذه المناظر. هذا ليس بناء مسلحا ظهرت منه أسياخ الحديد، هذا هو الجيل الثالث من الشبكات الموحدة لتوزيع الهاتف والكهرباء. قد لا تصدقون، لكن هي كذلك فعلا. وإذا كانت هذه هي الطريقة التي توزع بها الكهرباء والهاتف، فلا تستغرب كم بيتا اضطرمت فيه النار، وكم شخصا صعقته الكهرباء، وكم تداخلت الخطوط واطلع الناس على أسرار بعضهم. سؤال بريء: هل رأيت يوما من الأيام قصر أمير وقد اندلقت منه الأسلاك، أو تشابكت خطوط الهاتف فيه مع الكهرباء، أو اختلطت الخطوط مع جاره؟ هذا إن كان له جار. والآن دعونا نغير الرحلة، دعونا نرى أين ذهب النفط، أين الأموال التي تتدفق من تحت الأرض مليارات ومليارات كل يوم. تريد الجواب؟ حلق معنا في سماء الرياض، قائمة لا تنتهي من القصور التي يملكها فلان وفلان وفلان وفلانة 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 من آل سعود. وما دام المفتي قد نال حصته، فلا غرابة أن يعطي أصحاب هذه القصور الحق الشرعي في امتلاك المقدرات ونهب الأموال وسرقة الثروات. واحسب ما شئت من دخل النفط تجده في جيوبهم، وقتها لن تستغرب أن يكون عددها بالآلاف وتكاليف بنائها بالمليارات.